اجت المدارس وهي الوصفة ضروري كل ست بيت تعمل، لانه مغذية وصحية وتوفيرية لابعد الحدود. اعمليها واحفظيها بالبراد وما رح تحتاري بقى من يوم ورايح شو بدك تعملي سندويش لاولادك على المدرسة. الجبنة الكريمية بابسط طريقة، يلا نحضرها مع بعض. طنجرة على النار، عندي هون لتر من الحليب. بسخن الحليب، ضيف عليه 4 معالق من الخل الابيض وبحرك لحتى يتخسر عندي الحليب. وهلا هيك بلش يتخسر عندي الحليب، استمر بالتحريك وبس اتأكد انه الحليب كله فصل. هلا رح اخده وانزل فيه على مصفاية ناعمة. رح اتركها لحتى تبرد شوي وبعدين بنشتغل فيها. وهلا رح اخذ القريشة وانزل فيها بالخلاط. رح ضيف عليها 4 معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الزبدة، وفيكم تستغنوا عنها. وبيلزمني شي سائل لحتى يساعدني على خفق المزيج. رح استخدم انا المصل اللي طلع عنا من القريشة، هذا لا تكبوه، يعني فيكم تستخدموه، وفيكم تستخدموا حليب عادي، وفيكم تستخدموا المي. رح ضيف شوي صغيرة منه، ما بضيفه كله فرد دفعة لأنه يمكن ما احتاج كمية كبيرة، وبخفق. بعد ما خفقت شوي بدي نزل الجوانب. بعد خفق لمدة دقيقتين هذا القوام يلي وصلنا له، شوفوا. وهلا بنزلها على صحن، وبس اتاكد انه بردت منيح بعبيها بقطرميز وبحفظها بالبراد. الجبنه نفسها فيكم تستخدموها بالحلويات، بس طبعا بتحذفوا منها الملح. وهيك بنكون عملنا اطيب جبنه كريميه بقوام رائع، والاهم انه صحيه وبدون مواد حافظه. شوفوا قوامها على الخبزه. بسم الله. صدقوني بعد ما تعملوها بهالطريقة ما عاد تشتروها من السوق ابدا، دسمة وكثير طيبة. وبس والله، هاي كانت وصفتنا لليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وتكتبوا لي من تعليقاتكم الحلوة. ونصيحة، تابعوني ما بتستفادوا شي.